مؤمن بالشباب ومؤمن بالبحث العلمي. مصر محتاجة في هذه المرحلة زي ما معالي رئيس الجمهورية متبني عام 2016 للشباب، اللي هو فعلا ديت قناعة عندي وعند رئيس الجمهورية وعند كل أعتقد القائمين على حكم البلاد بدور الشباب ودور البحث العلمي. واللي احنا بنقوله مش عايزين الدور بتاعنا يتوقف عند المؤتمرات والكلام. الناس شبعت من الكلام، الناس عايزة حاجات على أرض الواقع. لن يتم ذلك إلا من خلال المؤسسات التعليمية. يعني لما حد بيقدم فكرة لازم نشوف الخلفية العلمية بتاعتها إيه، نقدر ندعمه بأبحاث، نقدر ندعمه بأساتذة متخصصين في المجال، ممكن ندعمه ماديا في احتياجات المكان. يقف دور الجامعة عند هذه المرحلة. الجامعة لا تستطيع أن هي تصنع حاجة معينة في هذه المرحلة. دور الدولة متمثلة في المجتمع المدني وفي أكاديمية البحث العلمي إن هي تكمل بعدين. يعني احنا بنوصل الطالب لمرحلة معينة ونديله الدعم العلمي والدعم البحثي من خلال المعامل. أكاديمية البحث العلمي المفروض تاخد الطالب ده وتعمل مشروع ليه وتعمل المنتج بتاعه وتبدأ تشوف نتيجته. ده بملخص بسيط ان احنا مش عايزين نتوقف عن دعم الأنشطة الطلابية البحثية حتى لو ما كانتش في أولويات الدولة في هذه المرحلة. مش لازم الجامعة ان هي تتوقف، تعمل اللي عليها. بعض الناس بيقول لك بقول لحضرتك تعظيم الاستفادة ان احنا بدأنا نعمل حاجة تانية بفكر جديد قد يستمر بعض الوقت، ان احنا خدنا مكان جامعة المنصورة البحثية في مدينة جمصة، وتفضل معالي الوزير حسام الدين إمام بتخصيص 115 فدان لهذا الغرض، ان احنا هنعمل مراكز بحثية ملحق بها مصانع. يعني بحيث ان الباحث يفكر نبدأ ننفذ المنتج احنا كجامعة نقدر نسوقه بره، لأن ليس هناك أي اقتصاد ينمو دون اقتصاد مبني على المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جامعة المنصورة لها كل الدعم زراعة العلم طبعا المحافظة في خدمة المجتمع في المحافظة الوطنية. الدكتور الأخ عظيم محترم الدكتور محمد حسن النبوي رئيس الجامعة من أول يوم أنا جيت هنا بعد حصة مباشرة كان لقائي لسه نفس اليوم يمكن بعدها بساعات بسيطة جدا. كان ازاي له لجامعة المنصورة الفضل في إن احنا ننسق مع بعض في كافة الأنشطة والمجالات التي تدخل محافظة القاهرة. بيبقى لينا اجتماعات ولقاءات على طيب جدا بنتناقش فيها ونتحاور فيها من أجل المصلحة العامة. لما لمسته في هذا الرجل من وطنية كاملة وحب كبير جدا. من ناحية المؤتمر الرابع للبحث العلمي، طول عمر جامعة المنصورة جامعة رائدة في كافة المجالات وسباقة في كل المجالات. الحمد لله النهارده ليا الشرف ان انا احضر هذا المؤتمر العلمي اللي يعتبر البحث العلمي هو اساس المستقبل في المرحلة القادمة. وإذا الابحاث اللي بتكون على الورق لازم تكون ابحاث مفعلة، لازم تخرج للتفعيل، وده اللي بيتكلم فيه الاخ الزميل محمد حسن النبوي في ان احنا وضعنا بالامس القريب مفيش شهر حجر الاساس لمدينه بحثيه متكامله في جامعه المنصوره على 115 فدان في مدينه جمصه ان شاء الله باذن الله. ودي هيكون لها دور كبير جدا في تغيير الخريطه بالنسبه للبحث العلمي في مصر كلها ما لم يكن في العالم العربي كله ان شاء الله. طبعا مدينه المنصوره الجديده ان شاء الله باذن الله على ما يكون فيها من ضمن التخطيط فيها ان يكون في مدينه جامعيه على اعلى مستوى بحثيه علميه ان شاء الله باذن الله تكون نقله كبيره جدا على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله.